علاج مكمل مش علاج اساسي، يعني ده لا يغني معنى او باي شكل ان انت تروح لدكتور وتكشف وتعمل تشخيص. بالعكس، ده مهم جدا ان انت تعمل الخطوة دي و- وبعدها تقدر تروح لبرانيك هيلينج، او حتى قبلها ممكن تروح لبرانيك هيلر، بس بيبقى احسن ان هو يكون بعدها او تعمل ده مع ده عشان خاطر تقدر تحصل على افضل نتيجة ممكنة. عندنا عدد من مراكز الطاقة اللي هم الشقرات الرئيسية. في بعض العلوم بيتقال ان هم 7، وفي علوم اخرى بيتقال ان هم 11. اللي بيحصل ان احنا بنستخدم او احنا بنتعامل مع الشكرات دي، بننظف فيها اي بلوكات، اي حاجة مقفولة. وغالبا هو المرض بيتكون نتيجة الطاقة بتبقى ملوثة، فاحنا بننظف الاعضاء والشكرات والهالة الداخلية بتاعة الجسم، وكمان الهالة الخارجية. ده كله احنا بنعمله في البرانيك هيلينج. فانت تقدر تقول ان هو ده الاساس. البرانيك هيلينج احنا مش بنلمس بعض خالص، هو الموضوع بيبقى عن بعد، يعني من بعيد. عشان خاطر دي الطريقة بتاعته، هو ده اللي بيميزه عن العلوم التانية.